برج الحوت. حبايب برج الحوت، هتكلم معاكم عن شهر بأمر الله هتكون فيه مبسوط، خاصة لما تعلم أن هذا الشهر هو شهر فك نحس للأمور المالية. طبعا مفيش أحسن من أن الدنيا تكون معانا أفضل في العمل والمال، لكن بيغلب عليك في خلال هذا الشهر قراراتك التي ستكون صادمة. قرار صادم من الممكن أن يصدر اتجاه البعض، خاصة أنك هتكون شوية متسرع أو عصبي أو مش قادر أنك تتعايش مع وضع صعب نتيجة لوجود المريخ واستمراره في برجك. هتكلم معاكم بالتفصيل كده عن هذا الشهر هنقول المهم أو الفاصل عند البعض، لكن تنويه بسيط. الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني او عايز تعرف الحقيقة، اللي عايز قراءة خاصة، بعمل القراءة مكالمة مباشرة الساعة 2-3، وبأمر الله بعرفك كل شيء عن حياتك زي ما بعلن دايما. والناس اللي جربت القراءات طبعا فاهمة الكلام ده. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الوصل اللي انا كاتبه على الشاشة، ونبدأ في حلقة مهمة في حياة حبايبي برج الحوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الحوت، نتحدث عن شهر إبريل 2024، ونقول التوزيعة الكوكبية التي تصنع معك هذا التوجه الجديد لأفكارك والأمور المستجدة لك في الحظوظ المالية. أولا، هنا في تجمع كوكبي في بيتك الثاني، بيت المال، بداية من أن الشمس موجودة في بيت المال من بداية الشهر، عطارد أيضا متواجد في بيت المال من بداية الشهر، والزهرة تنتقل إلى بيت المال أيضا اللي هو بيتك الثاني بداية من يوم 5. إذا توزيعة كوكبية هنا تتحدث فيها عن انفراجة أو سداد ديون على الأغلب، يعني فترة يحدث فيها أمر مالي يسعدك، أمر يتعلق بالمال يسعدك، وهشرحها بالتفصيل اللي ممكن يحصل، خاصة الفترة من يوم 5 إلى يوم 20. ده الفترة الأكثر هنقول حظا أو التحركات المالية أو المرحلة الهامة في حياة حبايبي برج الحوت. زي ما قلنا الشمس متواجدة لغاية يوم 19، بعد ذلك الشمس تنتقل إلى برج الثور بداية من يوم 20، ويحدث الجديد معك بالنسبة لعلاقاتك مع الدائرة المقربة. ناخدها من البداية كده ونقول أول 5 أيام، وبعد كده نتحدث عن من يوم 5 ليوم 15، أو قصدي من يوم 5 ليوم 19، وبعد كده من يوم 19 ومن يوم 20 لنهاية الشهر. يعني ثلاث فترات زمنية مختلفين في كل شيء. نتكلم في البداية عن أول 5 أيام. الأمور هتستمر كما هي بالنسبة لأفكارك، بالنسبة لحياتك، لكن نحذر نوعا ما من تسرعك أو عصبيتك خلال أول 5 أيام. الفترة لن تكون بالسهلة شوية، خاصة أن نوعا ما المريخ مستمر في بيتك الأول، وبالرغم من كده الزهرة أيضا موجودة في بيتك الأول، لكن الزهرة والمريخ بيجتمعوا معك في أول 5 أيام في بيت شخصيتك. بيتك الأول بيت شخصيتك، فالزهرة في بيتك الأول يجعلك تنتفض، وحتى أنت حاليا في انتفاضة داخلك كده، يجعلك تنتفض، يجعلك ممكن تقرر قرار مصيري اتجاه بعض الشخصيات. هيساعدك على كده المريخ المتواجد في بيتك الأول، يعني شخصيتك كده هيبقى فيها أمرين هامين جدا أول 5 أيام. هي إنك هتكون في رؤية لنفسك مختلفة ومستخسر، يعني شوفوا، مستخسر نفسك في حد، مستخسر نفسك في وضعك، في طاقة كده مختلفة وثقة بالنفس زيادة عن اللزوم، إلى جانب العصبية اللي بيعملها معاك المريخ في بيتك الأول. احذر أول 5 أيام من شخصيتك أنت وأسلوبك. نأتي بعد ذلك من يوم 5 إلى يوم 19. 5 يوم مهمة لانتقال الزهرة من بيتك الأول إلى بيت المال. طيب، هي دي الفترة الأكثر جمالا نتيجة لانتقال الزهرة إلى بيت المال. هنا يكتمل الثلاثي الرائع: الزهرة وعطارد
والشمس، حتى لو عطارد فيه مشكلة في التراجعات، لكن الزهرة والشمس وعطارد يصنع معك أمور تتعلق بالمال وانفراجة لك على جميع المستويات. أمر يتعلق بالمال، أمر يتعلق بالعمل، مشروع جديد، فكرة جديدة تريد تطبيقها. فترة من الآخر كده هتكون فيها جديد يتعلق بالمال والعمل. وهذا الجديد هل هيكون صعب؟ لا بالعكس، هيكون بشرة خير. عطارد يأتي معك بالجديد والأفكار المتطلعة والأفكار الرائعة في الأمور المالية. الزهرة تصنع معك الحظ، يعني شوف التوليفة. الشمس يسلط الضوء على بيت المال. عطارد يوجه تفكيرك لجني المال بطريقة صحيحة، أو انفراجة مالية، أو إن أنت تشتغل بطريقة أفضل وأحسن وتصنع معك الحظوظ. الزهرة تأتي معك بالحظ ويكتمل هذا الثلاثي الرائع في بيت المال بالنسبة لك. عشان كده بقول عليه الفترة من يوم 5 ليوم 20 فترة الحلول، فترة انتهاء المشاكل المالية بأمر الله. فترة هتكون فيها أنت الأكثر حظا بالنسبة للتعاقدات، بالنسبة للشراكات. أنت الأكثر حظا بالنسبة لسداد الديون أو إنهاء الخلافات أو التقسيمات. الأمور القضائية التي تتعلق أيضا بالأمور المالية فترة مهمة جدا. تتغير الأحوال نوعا ما شوية بانتقال الشمس بداية من يوم 20 إلى برج الثور، هو يمثل لك البيت الثالث، مع استمرار المريخ في بيتك الأول. هنا تنقلب الأحداث شوية. المريخ واستمراره في تلك الفترة نحذر من بعض الأمور. الشمس يسلط الضوء على الدائرة المقربة والعائلة، داخل بيت العائلة، الإخوة، الأهداف، الأمنيات. واستمرار المريخ في برجك هو على آخر الشهر، لكن أنا بتكلم على الفترة برضو مستمر معانا. المريخ في برجك يعطيك نوعا ما تسرع، يعطيك نوعا ما ممكن توتر مع الدائرة المقربة. من الممكن أن يحدث خلافات مع الدائرة المقربة أو الإخوة، وده هنتحدث عنه خلال الفترة القادمة في حلقة خاصة بده. إن شاء الله شهر يكون خير ونستغل الفترة اللي أنا اتكلمت عنها. نعيد تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة ولسه داخل على القناة جديد، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. أنت لو حابب إن أنت تشوفنا تاني، اللي عايز قراءة خاصة بعمل قراءة مكالمة مباشرة ساعة 2-3، بعرفك بأمر الله كل شيء عن حياتك، السنوات القادمة، السنوات الأكثر حظا أقل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على هذا الرقم اللي أنا كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي برج الحوت تكون مبسوط دايما، جمال أبراج تكون دائما وأمان. السلام عليكم.